السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفه تاع اليوم كما راكم تشوفوا درت لكم لي كرواسون بعجينه تجي خفيفه بزاف. في نص ساعه وانتم وجدتوه، يعني بدون تعقيدات. جا خفيف لداخل ومورق ما شاء الله. وصفة ناجحة 100% وبمقادير سهلة ومضبوطة. شوفوا لي هنايا راح نحل معكم الحبة تاعي. شوفوا لي هنايا الطراوة جا الله الله، وجا خفيف وناجح 100% من اول تجربة. شوفوا لي هنا الداخل ما جاش قاع معجن، شوفوا كيفاش جا خفيف ومورق الداخل. تحبوا تخلوه هكا، تحبوا تحشوه الداخل بالشوكولا، يجي بزاف بنين. تابعوا معايا الطريقة خياتي. اول حاجه هنا عندي في الغيسيبيون تاعي درت كاس حليب يكون دافي، مع نص كاس تاع السكر، عندي ربع كاس تاع الزيت، عندي مغرف كبيره خماره تاع الخبز، عندي هنايا حبيبه تاع البيض، وعندي لافاني كيما راكو تشوفوا، وعندي هنايا مغرفه صغيره معمره تاع الملح. نخلطو هكا غير بيدي بالفوي. بعد نجيب الفارينه تاعي، نلمو لاباط تاعنا. نديرو غير بالعقل الفارينه ورانا نخلطو، ما ديروهاش لاباط تاعكم ما ديروهاش يابسه بزاف، ديروها شويه شويه طريه تلصق شويه في اليد هكا باش يجونا خفاف لي كرواسون تاعنا. شوفوا نضيفو غير بالعقل الفارينه حتى تنطم العجينه تاعنا. شوفوا لي انا هنا في هذه المرحله، شوفوا هنا ما نميتهاش، قلت لكم ما درتهاش يابسه، خليتها تلصق شويه في اليد. من بعد مع الاخر ضفت لها هنايا قيس مغرف هكا تاع الزيت، غير باش نلم العجينه تاعي يعني وليسيها. شوفوا لي هنايا القوام تاعها جات طريه بزاف يعني. من بعد نغطيها هكا ببابي سيلوفان، ونزيد نغطيها هكا بسربيته، نخليها تخمر حوالي ساعه هكاك. من بعد غير تضاعف الحجم تاعها. شوفوا لي هنايا نجي نديكازيوها ولا نهبطوا لها الخمور تاعها. شوفوا لي هنايا الطراوه، شتو انا مقبله خليت لاباط تاعي طريه بزاف، ومن بعد ما خمرت يعني شدت روحها. من بعد هنايا نحطها فوق البلون دو ترافاي، ندير شويه تاع الفارينه يعني باش تساعدنا في الخدمه. من بعد نجيب الكوبات تاعي. شوفوا لاباط انا حليتها هنايا شكل طولي. من بعد قسمتها كامل على 7 دوائر، 7 دوائر يكونوا كامل بحجم واحد يعني ميزان واحد. الا قدرتوا حتى توزنوا، ما قدرتوش ما تعرفوش ديروا يعني ديروهم كامل كيف عينكم ميزانكم، او وزنوهم خياتي باش يجوكم كامل كيف. ومن بعد حلوهم هكايا بالحلال، حلوهم هكا شويه شويه. حطوهم بجهه. من بعد عاودوا بداو ديروا بالوحده، ديروا المارغرين يعني زبده عادي مارغرين، ذوبوها وديروا شويه تاع المايزينا يعني بين كل خبزه وخبزه، يعني كل بوله وبوله كي تحلوها ديروا المارغرين، وديروا شويه هذه المايزينا ديروها في الصفايه ودردروها كامل الفوق هكا باش الكرواسون تاعكم يجوكم لداخل، يعني ديرلكم الفيطاج تجيكم لداخل هذاك التوريق ويجوكم خفاف كيما راكم تشوفوا. قلت لكم بين كل حبه وحبه ديروا هذه المارغرين وديروا لا مايزينا. نكملوا كامل حبات بنفس الطريقه. ومن بعد نديروهم في تبسي هكا وندخلوهم داخل الفريجيدير، نخلوهم يريحوا داخل الفريجيدير واحد 10 دقائق هكاك. شوفوا لي هنايا بعد ما جازوا 10 دقائق خرجت هذيك لاباط تاعي وعاودت حطيتها فوق البلون دو ترافاي، ونبدا نخدموا في لي كرواسون تاعنا. نستعينوا كما قال بالفارينه، ونبدا نخدموا لاباط تاعنا. شوفوا هنايا بعد ما خرجتها من الفريجيدر زادت طرات وزادت خمرت شويه. هنايا نحلوها رقيقه، نحلوهاش خشينه، نحلوها رقيقه شويه هكاك باش لي كرواسون تاعنا ما يجوناش خشان، يعني يجونا مورقين. شوفوا نحلها هكا شكل دائري. ومن بعد هنا خياتي نجيبوا الموس ولا نجيبوا هذاك الرولو اللي يقطع كيما راكم تشوفوا. نحكم هذيك لاباط نقطعها هكا على شكل زائد، ومن بعد نزيدو نقسمو كامل هذوك المثلثات تاعنا كيما راكم تشوفوا.
ومن بعد نقطعهم هكا في الاطراف، يعني الحبه تاعنا نقطعوها في الاطراف كيما راكم تشوفوا. هذو لي كرواسون تحبوا تخلوهم هكا يعني بلا ما تحشوهم لداخل، تحبوا ديروا لهم شويه تاع الشوكولا، شوكولا تختيني ولا شوكولا عادي، تحبوا ديروا حبه لداخل شوكولا وتروريو عليها هذيك الكرواسون كي يطيب يذوب لداخل، ذوب الحبه تاعكم. شوفوا انا خليتهم هكا سامبل، نحكم الرولي هكا، تبعوا غير الطريقه خياتي، يعني حاجه سهله وبسيطه وناجح، يعني ناجح 100%. جربوه عينيكم مغمضين. شوفوا لي هنايا نحكم هذوك الحبيبات التوعي، نقعدوا نخدموا فيهم هكا بهذه الطريقه، نرولي هكا عادي، ما نضغط ما نرخي، نورمال ندوروا قباله كيما راكم تشوفوا. نكمل كامل هذو الحبات التوعي بنفس الطريقه. ومن بعد هنايا في الاخر كيما راكم تشوفوا غير نكملهم. تحبوا من الفوق تدهنوهم بصفار تاع البيض، انا درت صفار تاع البيض. درت له شويه تاع نيسكافي. يجونا لي كرواسون تاعنا دوغي من الفوق، انا نحب ندير نيسكافي في الصفار تاع البيض. درت شويه نيسكافي مع صفار تاع البيض، ادهنتهم من الفوق، خليتهم خمروا واحد نص ساعه هكاك، صاديبو على حسب الحراره اللي تكون عندكم في المطبخ. خليتهم خمروا مليح وخليتهم طابوا عادي، يعني فرن عادي ماشي فرن المروحه. شعلت لهم من تحت غير حمار، ومن تحت شعلت لهم الفوق، قلت لكم لازم يخمروا مليح. شوفوا هنا في الاخر خياتي الكرواسون تاعي، شوفوا كيفاش طابوا كيفاش جاو هايلين، جاو خفاف لداخل ومورقين وماشي كاع معجنين. وصفه ناجحه 100%، وسهله وتوجدوها بالخف. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم خياتي. ما تنساوش لي جيم ولي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده، والسلام.